يمكن بشر الإخوان العاملين في الصحة الإلكترونية وعلم المقاولات أن عقد برنامج 2014-2016 اللي طرحت وزارة الاقتصاد اللي كيطرح مجموعة من الشروط للاستفادة من الدعم بالنسبة للمقاولات الإلكترونية راه تفعل حاليا، وبإمكان الإخوان اللي فيهم شروط قانونية باش أنهم يطلبوا ويستفتوا طلبات ديال الدعم ديالهم لوزارة الاقتصاد. اللي تبعناه وفي كل مرة أن مجموعة من الشروط إخوان حنا ما كيوصلوش أنهم تكون فيهم مثلا التشغيل ديال 3 الناس والأساسات والمقار، يعني مجموعة من الشباب اللي يلاه بداو حنا كنشجعوا بكل زعما أسف أنهم ما كيقدوش يوصلوا للشروط القانونية اللي كاينة دابا في مستغرق الدعم اللي كتحتوي وزارة الاقتصاد واللي كيستافدوا منها مجموعة من المقاولات الإعلامية على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الجهوي. هذه السنة هذا سجلنا بارتياح أن واحد المقاولة في الصحافة المكتوبة استفدت من رقم اللجنة الثنائية واستفدت من دعم ديال وزارة الاقتصاد في أول مرة في الأقاليم الجنوبية. بطبيعة الحال حنا كنطمحوا على أن يكون ماشي غير مقاولة، يكون مقاولات. الشروط شي شوية قاصحة بالنسبة للناس اللي يلاه بداو. بطبيعة الحال ماشي غير حنا في الجنوب ولكن في الجهات كاملين. حنا ان شاء الله باش نحاولوا نخرجوا ببعض التوصيات اللي نعالجوا بهم هذه الاشكاليه. غادي ننظموا قريبا ان شاء الله واحد اليوم دراسي اللي غنطرقوا فيه لدعم المقاوله الصحفيه. غنستضيفوا فيه مجموعه من الفاعلين، منهم الناس اللي كيدعموا التعاونيات والناس اللي كيدعموا في المبادره الوطنيه ولا الناس ديال القروض الصغرى والقروض، يعني كاين قروض ديال الضمان، كاين بعض القروض اللي ممكن المقاوله الاعلاميه تستفد منهم. غنستضيفوهم جميعا وكذلك غنستضيفوا خبير محاسباتي تعاقدت معه وزاره الاقتصاد في هذا المجال ديال عقد البرنامج باش انه يوضح للاخوان الشروط اللي خاصها تكون، ولكن غادي نستضيفوا كذلك المجالس المنتخبه لان باش الكل يشارك في التنميه الاعلاميه الجهويه. التنميه الاعلاميه هي شان جهوي كيخص جميع الفاعلين، واللي احنا ان شاء الله عبر هذا اليوم الدراسي غادي نوجهوا لهم دعوه انهم تكون مستقبلا واحد الصندوق اللي غيدعم الاعلام الجهوي باش الناس تستطيع توصل للشروط الوطنيه ويستطيعوا الشباب انهم واحد النهار يحصلوا على دعم وزاره الاقتصاد اللي كيكون مستمر بطبيعه الحال. يعني اذا كان تحصل على الرقم اللجنه الثنائيه وبقات الشروط هي راه كيبقى دائما كيستافد من ذاك الدعم، يقدر يخلص به بطبيعه الحال المصاريف ديال الاخوان العاملين، ويقدر يخلص به مجموعه من المصاريف اللي كتخليه مرتاح وكينتج بطبيعه الحال كيفية اللي هي مريحة. كما قلت لكم هذا اليوم الدراسي ان شاء الله غادي يكون قريب، لان الاشكاليه هي اشكاليه مطروحه، ولان التنميه الاعلام الجهوي فاش كنهضروا على التنميه هي متعدده. كاين التنميه الماديه وهذا هو اللي مطروح بقوه، وهذا الاشكال صراحه حنا كنعيشوه مع الاعلاميين اللي كيمارسوه ومطروح بقوه، والقوانين الحاليه ما كتسمحش اننا نلقاو اجوبه. ولكن كنطمحوا ان شاء الله اننا نديروا هذا اليوم الدراسي ونخرجوا بالتوصيات ونلقاو حلول ان شاء الله اللي هي جهويه واللي كتنقل الخصوصيه ديال الجهه. يمكن باش ما نطولوش على الاخوان نفتحوا باب النقاش، واللي عنده شي استفسار ولا عنده شي اسئله ولا عنده شي ملاحظه ولا شي توصيات مرحبا.